هاي بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. الفيديو النهارده هو فيديو هيكون ريفيو عن منتجات انا جربتها وطلع اقول لكم رايي فيها. طبعا المنتجات دي خلصت عندي، في حاجات جبتها اكتر من مره وفي حاجات انا جبتها مره واحده بس وقررت ان انا مش هجيبها تاني. فلو انتم مهتمين بالفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، وتاكدوا يا بنات ان انتوا تكونوا مفعلين زرار الجرس، عشان لما بتفعلوا زرار الجرس بيوصل لكم اشعار اول ما انزل على طول فيديو على القناه. فما تنسوش لايكاتكم وتعليقاتكم. يلا بينا نخش على الريفيو. طيب يا بنات، انا هبتدي بمنتجات الشعر لان هما قطعتين بس، وبعد كده هنخش على منتجات البشره. طيب اول حاجه هتكلم عنها النهارده وهو الكونديشنر بتاع او جي اكس. الكونديشنر ده انتوا اكيد شفتوه في الصيدليات، كان الفتره اللي فاتت دي عليه كده هبه كده، وكان منتشر قوي بالوانه بقى، كان في منه الوان كتير. جبته مره واحده بس ومش هكرره تاني بصراحه. كونديشنر، وفي الاول وفي الاخر هو كونديشنر. الكونديشنر انا مش مستنيه منه حاجه غير ان هو هيسلك لي شعري وانا تحت الشاور. يعني بعد ما اخلص الشامبو احط الكونديشنر عشان يسلك لي شعري، واقعده على شعري دقيقتين مثلا بالكتير، وابتدي بعد كده ان انا اشطفه عشان احط الماسك او الحمام كريم بتاع شعري. فالكونديشنر انا مش بستنى منه اي حاجه غير ان هو يسلك لي شعري. هو حجمه 385 مللي. هو بصراحه حجمه كبير قوي، بيقعد فتره كبيره، هو قعد معايا شهور حرفيا. او اللون ده بالتحديد مكتوب عليه ان هو بيدي تقل وبيخلي الشعرايه اسمك، بيدي سمك للشعرايه، ده اللي مكتوب عليه. تمام. ومكتوب عليه بقى مكوناته اللي هو اللون الموف ده. زي ما قلت لكم هو في منه الوان تانية، في بقى تقريبا بالجوز الهند، وفي بالارجان، حاجات زي كده. فده اللي معايا ده بالبيوتين وبالكولاجين. ده مكوناته بيوتين، كولاجين، في فيتامين ب 7، كمان بروتين القمح. فهو مكوناته حلوه. اللي عجبني فيه حاجتين: ان هو بيقعد فتره كبيره قوي مش بيخلص على طول، وتاني حاجه ريحته يا بنات، ريحته خطيره، من احلى الحاجات اللي انا جربتها للشعر في الريحه. او الريحه بتاعت الكونديشنر ده بتثبت في الشعر من غسله للغسله. بصراحه ريحته فظيعه، يعني كانه برفيوم بالظبط، كانك حاطه برفيوم للشعر طول الفتره اللي انت قاعده فيها بشعرك دي لحد ما تغسلي شعرك المره الجايه. هو فعلا الريحه فيه ثابته جدا. مش هجيبه ليه؟ لانه بصراحه اولا غالي قوي، غالي جدا جدا جدا. ممكن احط السعر ده مثلا في حاجه تانية للشعر، ممكن احطه مثلا في ماسك للشعر، ممكن احطه في تريتمنت للشعر، لكن ما احطوش في كونديشنر. زي ما قلت لكم ان كونديشنر في الاول وفي الاخر انا بسيبه على شعري دقيقتين 3 5 دقايق بالكتير. لا، مفيش كونديشنر اصلا بيتساب 5 دقايق حرفيا. هو الكونديشنر بيتساب دقيقتين على الشعر، لان هو وظيفته ان هو هيسلك لي الشعر بس. ده اللي انا عايزاه من الكونديشنر. لان الخطوه اللي بعديها ببتدي ان انا احط ماسك، والماسك بحطه على شعري وبسيبه براحتي بقى. ممكن اسيب الماسك على شعري نص ساعه عادي جدا، لان هو ده اللي انا هستفاد منه. لكن الكونديشنر انا شايفه ان هو ملوش وظيفه قوي. الوظيفه بتاعت الكونديشنر بيقوم بيها الماسك، فانا ممكن استغنى اصلا عن الخطوه دي واعمل الماسك على طول. فانا شايفه ان هو بصراحه سعره مبالغ فيه. ممكن احط السعر ده في حاجه تانية اهم بالنسبه لي بصراحه، فده مش هجيبه تاني. اللي بعد كده يا بنات وهو الكريم بتاع جي كي. الكريم ده المفروض ان هو كريم لتصفيف الشعر عادي، ده شكله كده برضو انتوا شفتوه في الصيدليات. وكمان جي كي كمان ليها لاين كامل للشعر. فبصراحة انا مجربتش من جي كي غير الكريم بتاعهم بتاع الشعر اللي هو كريم التصفيف العادي جدا. هو حجمه 130 مللي، بيقعد فترة برضو كويسة. بس هو فيه عيب بالنسبة لي. هو المفروض ان هو بصوا بامب كده، شايفين بامب كده بتدوسي بينزل الكريم. انا في عيب بالنسبه لي العبوات اللي زي كده، انا بحس ان بيكون فيها كريم، بحس ان خساره. يعني انا دافعه في الكريم ده بصراحه برضو مبلغ، لان جي كي برضو المفروض ان هو اسعاره عاليه، وده العيب فيه ان هو سعره بيكون عالي، وكمان مش متوفر، يعني مش هتلاقوه طول الوقت. لكن انا بالنسبه لي العبوه دي بحس ان هي مش اقتصاديه خالص، لان بيكون جواها كريم. انا واثقه في مليون في الميه ان انا لو فتحت العلبه دي باي شكل من الاشكال هلاقي فعلا جواها كريم، فده بحس ان هو خساره. لكن في عبوات تانية بالنسبه لي بتكون احسن. هو بيعمل ايه يا بنات؟ هو المفروض ان هو كريم بتحطوه على شعركم بعد الشاور. يعني يفضل يكون شعرك رطب او مندي وبتحطي الكريم ده على شعرك. حلو في ايه؟ حلو ان هو لما انت بتكوني هتعملي شعرك مثلا باي نوع من انواع الحراره، مثلا بيبيليس، سشوار، بفرشه الشعر اللي هي الكهربائيه دي، فهو حلو في كده ان انت ممكن تحطيه قبل الحراره. حاجه تانية انا برضو لاحظتها فيه، بحس ان هو مش بيلزق الشعر، ودي حاجه كويسه فيه.
وكمان ان هو بيدي فوليوم للشعر. انا بحس ان لما بحطه شعري فيه فوليوم، فدي حاجات كويسه فيه. الحاجه يا بنات اللي تخليني ما اشتريش الكريم ده تاني هو فعلا سعره، لان برده سعره كان عالي وبرده مش متوفر طول الوقت. فدي حاجتين يعتبروا مش قد كده. زائد كمان زي ما قلت لكم ان العلبه دي انا واثقه ان فيها كريم من جوه لسه انا مش عارفه استخدمه، مهما تدوسي على البامب هو مش بيطلع خلاص. هجيبه تاني او لا بصراحه مش عارفه، ممكن اجيبه لو انا ما لقيتش كريم تاني كويس، والاغلب ان انا مش هجيبه لانه بصراحه هو سعره مبالغ فيه. ممكن الاقي حاجات تانية كويسه برضو تقضي نفس الغرض بتاع الكريم ده. هنخش على منتج بقى الفتره اللي فاتت دي او اللي احنا فيها، يعني عايزه اقول لكم ضرب نار على المنتج ده اللي هو كوزريكس، اللي هو بتاع السيروم بتاع السنيل ده اللي هو بتاع الحلزون. ايه يا جماعه، ايه يا جماعه الهبه والافوره في الدعايه على الكريم ده بجد. يعني انا بصراحه جربته مره واحده بس، هو لسه ما خلصش بصراحه، يعني هو لسه مش خلص، لسه عندي فيه يعتبر مثلا اقل من نصه بشويه زي ما انتم شايفين كده. بس يا جماعه يعني مش الواو بصراحه، هو غالي برضو. مش الواو. يعني انا جربت سيرم تانية او انواع سيرم تانية، يمكن مش حلزون، يمكن انا اول مره اجرب سيرم في خلاصه الحلزون. ده طبعا اسمه كوزريكس عشان اللي مش عارف، اكيد انتوا شفتوه يا اما على الانترنت او شفتوه مثلا في الصيدليات او كده. هو الحلو فيه بس ان هو حجمه كبير، بيقعد فتره كبيره، وكمان البشره بتمتصه، دي حاجه كويسه. بس النتيجه ايه؟ مش الواو يا جماعه، النتيجه والله عاديه جدا. يعني انا بالنسبه لي لما بستخدم سيرم الهيالورونيك اسيد، وهكلمكم عن سيرم الهيالورونيك اسيد المفضل عندي فعلا وفيفورت دلوقتي بالنسبه لي، يعني احلى من ده بمراحل بصراحه، وكمان سعره يمكن نص سعر ده. فده بصراحه بالنسبه لي يعني واخد دعايه وواخد ماركتنج بصراحه اوفر. هو طبعا السيرم ده يا بنات هو كوري، فيمكن حاجات الكوريه والمنتجات الكوريه الفتره اللي احنا فيها دي بقت مسيطره على الماركت فعلا. فهو يعني مش الواو بصراحه، وانا بصراحه ما اعتقدش ان انا هجيبه تاني. يعني السيروم ده يعني مش عارفه، حجمه كويس، حجمه كبير مقارنه بسعره. هو سعره يمكن عالي، بس بالنسبه لحجمه ان هو يقعد معاكي فتره كبيره يعني كويس. البامب بتاعه كويسه والباكجينج بتاعه حلو وما فيهوش عليه اي غبار، غير ان هو مش الواو بصراحه. يعني العادي يا جماعه، مش اللي هو بقى البشره الزجاجيه والبشره المعرفش المهلبيه وايه، كل ده بصراحه حاسه ان هو عادي. وهكلمكم دلوقتي بما اني بقى هجيبه تاني ولا لا. مش هجيبه بصراحه، مش هجيبه تاني. وبما اني اتكلمت على السيروم ده، هنخش بقى على السيروم التاني اللي انا بحبه. 2 سيروم انا بحبهم. ده يمكن انا اتكلمت عنه قبل كده في القناه عندي، اللي هو طبعا ده ليه علبه بس انا معرفش بصراحه هي راحت فين، اللي هو اسمه الزافيكا. نفس الكلام، هو كوري برضو، بس حجمه يمكن اصغر من حجم التاني. مش عارفه ده حجمه قد ايه، مش عارفه، بس هو شكله حجمه اصغر، هو حجمه اصغر من حجم السيرم بتاع كوزريكس، لكن وسعره كمان برضو اقل، لكن خطير. اي نعم انا ما ينفعش اقارن سيرم هيالورونيك اسيد بسيرم خلاصه الحلزون، بس لا، ده يا بنات بحس ان هو بيعمل مفعول. انا لما بستخدم ده بحس ان بشرتي اتغيرت، بشرتي نضره اكتر، بشرتي صحيه اكتر، بشرتي ناعمه واطرى. انا بحس كده بصراحه لما بجرب السيرم ده. وخلوا بالكم الاثنين في منهم تقليد، كان الزافيكا او كوزريكس الاثنين في منهم تقليد، فخلوا بالكم من موضوع التقليد ده. لازم تكوني جايبه المنتج اصلي عشان تقدري فعلا تاخدي منه فايده كويسه. فده لا، ده انا اجيبه مره واثنين وثلاثه وعشرة بصراحه. انا بقالي فتره يعني موقفاه واستخدمت حاجات تانية، لكن ده لا، هرجع له تاني بصراحه وشي. بما اننا لسه مكملين في انواع السيروم، فانا برضو هتكلم عن السيروم ده بقى مصري يا جماعه، ده من سكين سايد. ده يا بنات خطير، ده سيروم النياسيناميد. بس اديكم ملحوظه كده في النص او تبس في النص كده، هو الهيالورونيك اسيد للترطيب وللنضاره وكده، حلزون ليه المفروض ان هو بيشد البشره وبيخلي البشره زجاجيه وبيخلي البشره لامعه، تمام. دي الايه الحاجات اللي هو بيعملها السيروم. النياسيناميد بقى مختلف تماما. النياسيناميد ده يا جماعه اي مشكله عندك في بشرتك هو بيحلها، سواء عندك مسام، سواء عندك حبوب، سواء عندك اثار حبوب، صبغات. فظيع يا جماعه. سيروم النياسيناميد المفروض ان هو فيه حمض النياسيناميد وفيه كمان زنك، والزنك حلو قوي للحبوب. فاي بشره عندها حبوب، اي بشره عندها مسام واسعه، اي بشره عندها تصبغات، اثار حبوب مش متوحد لونها، سيروم النياسيناميد حلو. وخصوصا كمان بتاع سكين سايد اللي هو لونه اخضر، لان في واحد تاني لونه الحته دي لونها ازرق، فده اللي هو بالهيالورونيك اسيد. لكن النياسيناميد يا بنات خطير. والبامب طبعا ده مصري،
وحجمه كويس، بيقعد معاكي فتره برده كويسه. حجمه 25 مللي. بصوا في بامب كده بتدوسي عليها وبتفتحي العبوه وبتنزلي السيرم عادي جدا. فهو الباكجنج بتاعته حلوه وكمان تاثيره حلو، البشره بتمتصه بسهوله، وفعلا لاحظت ان هو بيقلل فعلا الحبوب والتصبغات وكده. بس طبعا كل حاجه عايزه الاستمراريه. فده هجيبه تاني ولا لا ده هجيبه تاني. نخش على الكريم محيط العين بتاع جلامي لاب. وجلامي لاب يا بنات برضو شركه مصريه. عايزه اقول لكم جلامي لاب منتجاتهم حلوه قوي والباكجنج بتاعهم خطير. انا بحس ان هو شكل الباكجنج بتاعهم بيوحيلي ان هو منتجات مستورده. دي العلبه بتاعتهم من بره كده. هو المفروض ان هو حجمه 30 جرام. ده من شركه باركفيل، وشركه باركفيل شركه مصريه. المفروض ان هو مكتوب عليه ان هو بيقلل الهالات السوداء والخطوط الرفيعه اللي حوالين العين والانتفاخات، وبيعزز من قوه الجلد. انا لاحظت ان الكريم ده حلو، وزي ما قلت لكم لو انتم متابعيني، زي ما قلت لكم اي كريم للعين يا بنات احنا مش بنستنى منه حاجه غير ان هو يرطب كويس حوالين منطقه العين. لان انت طول ما انت بترطبي حوالين منطقه عينك فانت بتحافظي عليها من الهالات، من الاسمرار، من التجاعيد، من اي عوامل خارجيه. هو ده الباكجنج بتاعه عسول جدا. الباكجنج بتاعه كيوت قوي. برضو بامب كده. نفس المشكله بتاعه الكريم بتاع الشعر اللي هو جي كي، برضو اللي هو بتحسي ان الكريم فيه حاجات بواقي جوه انت مش عارفه تطلعيها. بس غير كده الباكجنج بتاعه خطير، وعلى فكره بيقعد فتره حلوه قوي. هو حجمه 30 جرام. عاده كريم العين بتلاقي حجمه 15 مللي او 15 جرام، لكن ده حجمه حلو، ده حجمه 30. سعره مناسب وحجمه حلو، بيقعد فتره كبيره. ترطيبه حلو، من انواع الكريمات السميكه شويه، مش الكريم اللي هو الخفيف قوي، لا، اقل حته منه بتحس ان هي بتتوزع فعلا حوالين منطقه العين. بحطه دايما قبل النوم في الروتين بتاعي المسائي. بصراحه ترطيبه حلو جدا. مش هقول لكم بقى فتح لي الهالات ومش عارفه عمل لي ايه. زي ما قلت لكم يا بنات احنا بنستنى من كريم العين بالذات ان هو يرطب المنطقه، يخليها منوره اكتر او صحيه. مش بنستنى من كريم العين اكتر من كده. مع بقى الاستمراريه والمداومه فعلا انت بتلاحظي، عشان انت بترطبي طول الوقت حوالين عينك فانت بتلاحظي لا حوالين عينك او الجلد اللي حوالين عينك ده مشدود، الجلد ده مثلا لونه فاتح افتح من الطبيعي وهكذا. لكن الكريمات العين مش سحريه يا بنات. طبعا احنا عارفين ان الحقن بقى والحاجات التانيه دي هي اللي بتجيب نتيجه فعلا اسرع، لكن كريم العين في الاول وفي الاخر هو ترطيب وعنايه. زي ما بحط على بشرتي كريم وعلى جسمي برضو لازم ارطب المنطقه دي، لان المنطقه دي من المناطق الحساسه جدا. فهجيبه تاني ولا لا؟ هجيبه تاني وتالت ورابع. حاجه بعد كده يا بنات وهو الليب بالم بتاعه شان. برضو شركه شان هي شركه مصريه. باكجنج بتاعه عسول جدا، بيجي كده. وطبعا قليل قوي لما بلاقي ليب بالم جايه في باكجنج كرتون كده او في علبه كده. هو الباكجنج بتاعه حلوه. انا صراحه سمعت عليه يعني قصايد، ما جبتوش الا مره واحده بس وخلصته بالعافيه ومش هجيبه تاني الحقيقه يعني. هو شكله عامل كده، يتفتح كده في كده وهو المنتج بيطلع. بصراحه ما عجبنيش. المفروض ان هو مكتوب عليه ان هو بالكوكو باتر وبالبنسينول وحجمه 5 جرام. انا بصراحه يا بنات حسيت ان هو عادي واقل من عادي. بصراحه ما عجبنيش ولا ترطيبه ولا ريحته ولا اي حاجه. فبصراحه انا ده مش هكرره تاني. على العكس بقى يا بنات الليب بالم دي انا يعني بعشقها، وبفضل اقعد ادور عليها في الصيدليات بصراحه عشان الاقيها، اللي هي بتاعت بزلاين. ولو انتوا كنتوا شفتوا الفيديو اللي فات بتاع المشتريات هتعرفوا قد ايه انا بعشق بزلاين دي. بزلاين الزرقاء خطيره. يمكن في منها الاخضر وفي منها البينك وفي منها الاصفر، بس انا بصراحه لما جربت الزرقاء لقيتها خطيره. بصراحه ما جازفتش وما جبتش الالوان التانية. بزلاين يا بنات عامه هي ماركه لبناني. عايزه اقول لكم يا بنات لونها اصلا تحفه لوحده، وشكلها اللي هي عامله كده واخده اللي هو الكيرف ده. ريحتها يا بنات خطيره. طبعا هي خلصانه، ريحتها خطيره. دي بالافوكادو وبالشيا باتر. ريحتها فظيعه، ريحتها حلوه جدا. انا بعشقها جدا في الترطيب. هي مشكلتها يا بنات حاجتين بس، لكن هي كترطيب وكريحه وهميه تقعد طبعا فتره كويسه. لكن هي مشكلتها ان انا مش بلاقيها بسهوله، زائد كمان ان هي سعرها معدي ال 100 جنيه. هو غالبا معظم الليب بالم دلوقتي المعروفين بقوا سعرهم معدي ال 100 جنيه. فهي دي يمكن المساوئ بتاعتها، لكن غير كده بصراحه هي ترطيبها خطير. اخر حاجه هتكلم عنها يا بنات النهارده وهو الهاند كريم بتاع فازلين.
بصراحه من احلى الهاند كريم اللي استخدمتهم، حلو كترطيب، والحلو فيه كمان ان هو للضوافر، يعني لصحه الايد وللضوافر، وده انا لاحظته فعلا. بس انا بصراحه يعني لما جربت بقى منتجات تانية مصريه، لا انا عندي منتجات مصريه كويسه جدا، طبعا اتكلمت عنهم في الفيديوهات عندي كتير، زي ايفا خطير في الترطيب، ودايما كنت بتكلم عليه وبقول عليه اشعار. وكمان بتاع شان، برضه لو انتوا اتفرجتوا على الفيديو اللي فات بتاع المشتريات، شان هاند كريم انا بعشقه في الترطيب، وكريحه كمان بيدي ريحه حلوه قوي للايد. لكن فازلين بصراحه حلو لو انت حابه تجربي، هو كويس جدا للجلد. الجلد بيمتصه بسهوله قوي، هو خفيف كده، تحس انه عامل زي الميه كده، وبيدي ترطيب كده ونعومه للجلد حلوه قوي. وكمان مناسب اكتر لفتره الصيف، مناسب اكتر للحر، ومناسب اكتر للفتره اللي فيها حراره وكده، لان هو زي ما قلت لكم خفيف جدا على البشره، البشره بتمتصه بسهوله. ريحته كويسه، يعني ريحته عامل زي منتجات فازلين، لو انتوا جربتوا منتجات فازلين هتعرفوا ريحته ان هي ريحته كويسه، مش ريحته برفيوم يعني. حجمه 75 مللي، ومكتوب عليه يا بنات ان هو بالكرياتين. زي ما قلت لكم يا بنات، لو انتوا حابين تجربيه او شفتيه مثلا وعندك فضول ان انت تجربيه، هو كويس، هو حجمه حلو، حجمه 75 مللي. هو بس مشكلته زي ما قلت لكم ان هو غالي، وان هو ناقص في السوق، وكمان مش مصري لو انتم مقاطعين او كده. لكن غير كده في منتجات مصريه كتير قوي انا اتكلمت عنها تحفه، زي اللي قلت لكم عليها من شويه. لكن ده حلو لان هو فعلا كويس للضوافر، يعني ده انا لاحظته في الاستخدام، ان هو لا حسن ملمس ضوافري وخلى الضوافر تبقى اقوى، فدي الحاجه الكويسه فيه. لكن غير كده مش هجيبه تاني بصراحه، لان في حاجات تانية زي ما قلت لكم مصريه، يعني نفس تقريبا الكواليتي بتاعته، وبرده كويسه وعجباني جدا. كده يا بنات الفيديو بتاعنا خلص النهارده. في منتجات تانية كتير لسه عندي، فانا بصراحه مش حابه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. لو انتوا حبيتوا الفيديو وعايزين جزء تاني واكمل معاكم المنتجات بقى الخاصه بالشعر وبالجسم وكده، فعرفوني في التعليقات. وما تنسوش يا بنات الشير واللايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد على خير، ومع السلامه.